بونجور الفنان وديع الشيخ، عظم الله أجركم، الله يرحم بيك. يعني شو هالفاجعة هيدي؟ عن جد أنا الصراحة كتير مصدومة وكتير متفاجئة، مش عم صدق شو عم بسمع، إنه الفنان نادر الشيخ إنه توفى بهيدي الظروف. هلا شو صاير، شو عم بيصير؟ أنا مش عم بستوعب صراحة، بعدني لحد هلا مش عم صدق إنه الفنان نادر الشيخ توفى، وكيف توفى ما بعرف، ما بدي أعرف. بس أنا بدي أقول لك من موقع شمس العرب بدي أتقدم بأحر التعازي للفنان وديع الشيخ، صاحب أطيب قلب وأحن قلب، لإلك ولأهلك ولوالدتك ولعائلتك الكريمة، على هالفاجعة اللي هزت لبنان، صدمتنا جميعا صراحة. الله يرحم أبيك ويجعل مسكنه الجنة، وبدي أطلب منك تتصبر يا رب، والله يرحم خيك إن شاء الله. خاتمة الأحزان يا شيخ النجوم وديع الشيخ. بعتقد في قصة غيرة. شو بدي أقول لك، يعني موقع شمس العرب رح يوقف حدك من هلا لا تبين الحقيقة. انا ما رح احكي ولا كلمة الا ما يظهر التحقيق عبر شعبة المعلومات. الصراحة انا ما بوثق بولا جهاز امني ولا بوثق بحدا بالدولة الا بشعبة المعلومات. القرار يلي بيطلع النهائي من شعبة المعلومات. انا بوعدك بس تظهر الحقيقة من شعبة المعلومات انا حكون حدك موقع شمس العرب، مش رح يخفي الحقيقة ابدا. فبدي اقول لك تصبر بالله والله يرحم بيك. يعني الفنان نادر الشيخ انا كنت اعرفه كتير 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 منيح. لما كان يفوت يغني بالاعراس كانوا المطربين اللي بعدهم هلا مفكرين حالهم عم بيغنوا كانوا يقولوا الله يخليكم خلونا نطلع نحن نغني قبله لنادر الشيخ. هلا اذا طلع يغني بالعرس يعني بطل حدا يسمعنا، كلنا بدنا هلا بفلوا العالم كلهم وراه. يعني سبحان الله، ما بعرف، مصدومة انا من الفاجعة، مش عم صدق انه نادر الشيخ. يعني ما بعرف شو صاير، يعني ما حقدر احكي ولا كلمه الا ما اشوفه لشيخ النجوم وديع الشيخ. مع انه امبارح والله لازم كنت عم بحكي الساعه 4 و18 دقيقه، حسيت بعيونه دموعه كان تعبان. قال لي بس سماره خليني فوت على المستشفى شوف امي وهلا برجع بحكيكم. ما عدنا رجعنا حكينا. الله يرحم بيك والله يصبر قلبك وقلب امك والله يرحم خيك يا شيخ النجوم وديع الشيخ، يا احن قلب واطيب قلب. الله يرحم بيك ويرحم خيك حبيبي، عظم الله اجركم. الى اللقاء.